القرآن نزل في مكة وقرأ في القاهرة، عبارة مشهورة جدا، لكن هل فكرت إن نسخ المصحف اللي بنشوفها النهاردة وراها هوية مصرية قدرت تخلي الحرف العربي يتجلى في أبهى صور الخشوع والهيبة، وكأن المصحف بقى بيت الوحي مبني من الورق والذهب؟ الحكاية بدأت لما مصر بقت الحاضنة الأم لأندر نسخ مصاحف العالم. هنا في القاهرة بيستقر واحد من أقدم المصاحف المنسوبة لسيدنا عثمان بن عفان، لكن العبقرية المصرية الحقيقية بلغت ذروتها في العصر المملوكي. الروائي جمال الغيطاني بيوصف لنا المصاحف دي بأنها عمارة ورقية. مصر ما كانتش بتنقل النص، دي كانت بتحميه وتعظمه. الخطاطين المصريين حولوا الحبر لنور، والورق اللي كان بيتصنع في الفسطاط كان بيتحمل الذهب والزخرفة لقرون طويلة جدا من غير ما يفقد بريقه. الفنان المصري نقل إيمانه بالترتيب والنظام من مآذن القاهرة لصفحات المصحف. الغيطاني بيشوف إن الزخرفة في مصاحفنا هي حالة تسبيح بصري. القاهرة لم تكتفي بحفظ القرآن في الصدور، لكنها أحاطته برعاية فنية بتليق بجلاله وعظمته. مصاحف القاهرة زي مصحف السلطان الناصر محمد بن قلاوون والمحفوظ في دار الكتب المصرية هي شاهد تاريخي على إن إتقان العمل هو أعلى درجات العبادة، وإن تزيين المصحف هو أسمى آيات التوقير لنور الوحي. تخيلوا بقى الجهد اللي بذله الخطاط المصري في كل حرف وكل نقش. ويا ترى شفتوا ايه من أندر المصاحف اللي موجودة في القاهرة؟ شاركونا في التعليقات واستنونا في حكاية جديدة من أصلها ايه مع بتوع الآثار.